هقولك ازاي تقدري تطلعي افكار كده بسيطة واكلات بسيطة من الخضار اللي انت مشترياه. لو بتدوري بقى على توفير وتنظيم بيتك في ظل الظروف والاسعار الغالية دي، فالفيديو ده هقولك ازاي تقدري تجيبي كمان مشترياتك من الخضار باسعار كمان هادية وحنينة، وازاي تقدري تقسميها وتوفر معاكي كمان. صباح الفل حبايب قلبي واخواتي الامارات. لو اول مرة بتشوفوني، معاكم اختكم هبة من قناة فضفضة وتوفير اتنين. طبعا يا بنات، دي قناتي. طبعا مش عارفة ابدأ منين، بس ممكن يصادف ان حد يكون عارفني من القناة القديمة، اسمها برضه فضفضة وتوفير. ولكن يا بنات، للأسف هي اتحذفت او اليوتيوب حذفها او حد اذاني، الله اعلم. عايزة اقول لكم سنة كاملة من المجهود والتعب والحرمان وحرمان من النوم وتأثير في حاجات كتير قوي تخصني. كنت ام مسؤولة عن 3 بنات، وكانت اخر بنوتة دي كانت صعبة جدا وليها ظروف خاصة كده فالحمد لله رب العالمين بعد سنة وخلاص، من بعد ما انا خلاص كنت هتشاف والقناة هتتفعل ويدخل لها ربح، طبعا الموضوع وقف. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، انا راضية بقضاء ربنا وفدا ولادي. ولكن يا بنات، انا قلت هبدأ من الصفر تاني، من واحد مشترك تاني، وعشان ما في ربنا ثم فيكم، وعارفة ان ربنا اكيد هيعوضني. ف لو انتي بأول مرة بتشوفوني، فانا ان شاء الله بوعدكم ان انتوا هتلاقوا حاجات كتير جدا تستفادوا منها في القناة ده وهتفيدكم. فلو حابين بقى اعملوا اشتراك للقناة وفي تفعيل الجرس وكلمة حلوة كده منكم في الكومنتات، اكيد بتشجعني وهتحفزني ان انا اقدر ان انا ارجع تاني. انا بقالي 4 سنين يا بنات على اليوتيوب، ولكن بقالي سنة كاملة كده منتظمة في تنزيل الفيديوهات، وتعبت جدا عقبال ما اكمل الشروط. ولكن الحمد لله، ماليش نصيب فيها. حبيت ان انا اقول لكم كده كفي البداية، انا اسفة جدا ليكم، ولكن يعني عشان تعرفوا كده نبذة كده عن اللي حصل معايا. ويلا بينا نبدأ كده نشوف اسعار الخضار ونقول اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اول حاجة يا بنات، انا جبت البطاطس. الكيلو البطاطس ده كان عامل 15 جنيه، كان في حجم اصغر كده ب12، ولكن انا جبت ديت. بصراحة بحب ان انا اعملها علشان بتنفعني يعني في التحمير. جبت كام يا هبة؟ جبت 2 كيلو كانوا عاملين 30 جنيه. اما بقى بالنسبة للبصل يا بنات، البصل سعره حلو قوي الايام ديت. الكيلو كان عامل 10 جنيه، هو حجمه متوسط ولكن حلو قوي وشغال. فانا جبت 2 كيلو ونص ب25 جنيه. الطماطم ربنا يهديها كده وتنزل وترجع كده لعقلها. الكيلو الطماطم كان عامل 30 جنيه يا بنات، فكانت الطماطم كويسة، بحيث ان انا كان اخر اسبوع في الشهر اللي فات كنت جايباها ب40 جنيه. فبالنسبة للطماطم حلوة قوي ومناسبة. فانا جبت 2 كيلو ب60 جنيه بس يا بنات. يعني الواحد بيحاول على قد ما يقدر يقتصد في الحاجة اللي هو هيجيبها، او هيجيب على قد الاحتياج بس مش اكتر، ويخفف الحمل شوية، بحيث ان فعلا الاسعار دلوقتي بقت غالية نور. والواحد ما بقاش عارف يعني انا عايزة 1000 جنيه عشان انزل اجيب شوية خضار. فلو انتي ما حجمتيش الموضوع قبل ما تنزلي، صدقيني اول ما هتنزلي 500 جنيه مش هيكفوك ان انتي تجيبي شوية خضار وتجيبي شوية حاجات في البيت. فحجمي الموضوع، اعرفي ان انت عايزه تنزلي تجيبي ايه في الخضار علشان خاطر تنزلي وتجيبي الحاجه المطلوبه على طول. طب اجيب ازاي يا هبه خضار باسعار كويسه واسعار مناسبه؟ هتعمل الاسواق الشعبيه. يعني خليني اقولك، المحلات بتفرق طبعا، واكيد السوبر ماركت برضو بيفرق اكتر. فطبعا انزلي الاسواق، انزلي بدري شويه هتلاقي الاسواق منزله كل حاجه فريش وطازه. ولو عايزه اسعار اقل كمان بشويه، انزلي اخر النهار. اخر النهار بتبقى الحاجه الحنينه، وبيبقى في ناس كده قاعده، بيكونوا قاعدين كده بعربيات، او بيكونوا في فلاحين كده بيبقوا قاعدين كده في الارض بيبيعوا شويه حاجات، بيكون سعرهم حنين يعني عن الاسعار بتاعت كمان باقي السوق. فانت حاولي وامشي وشوفي وقرري، والحاجه المناسبه ليكي هاتيها، بس هاتيها على حسب ما انت محتاجه، يعني نص كيلو ربع كيلو يعني عادي، مشي دنيتك. جبت كمان يا بنات الخيار كان ب20 جنيه، انا جبت نص. والليمون طبعا يا بنات رجع تاني ب40 جنيه، فجبت ربع كيلو، وانا كده كده عندي في الفريزر. فيعني قلت اجيب على اللي موجود عندي في الفريزر، عشان ملاقيش مره واحده ان انا ما عنديش حاجه.
اما اللي بالنسبه للبتنجان يا بنات كان عامل 30 جنيه الكيلو، ولكن انا عشان بس نقيت فجبت ربع كيلو يعني كده، قلت ينفع ايه وسط الاسبوع كده مخلل بتنجان مخلل ولا حاجه. الخضره يا بنات انا جبت ب10 جنيه خضره، عندنا الواحده عندنا ب2 جنيه، فانا جبت كده ايه 10، لان انا جايبه كمان يا بنات كرومبايه. طب هتقولوا لي كرومب في الاسعار ديت؟ انا كده كده عندي كام كيس كده في الثلاجه، فقلت همشي نفسي بيهم. بصراحه عندي كيس معتمد عليه او كيسين، فقلت يعني هعمل منه المحشي. بصوا يا بنات الكرنبايه دي قال لي 35، انا خدتها ب25، يعني هو قال لي فيه ب30 وب35، فدي قال لي الاول قال لي ب30 وانا رحت واخداها ب25 جنيه منه. بس بصراحة بسم الله ما شاء الله رمت معايا ورقة حلوة قوي، و... ويعني كانت كمان حلوة. طيب بالنسبة بقى الخضار ده عمل معايا كام؟ عمل معايا حوالي 200 وشوية، عشان كنت جايبة كمان يا بنات برضو فراولة اسعارها حلوة قوي في السوق ب10 جنيه، يعني هاتي منها على قد ما تقدري وخليها في الفريزر واعمليها عصير او كيسيها، هتحتاجيها لأي وقت يعني. حد جايلك هتطلعي كيس فراولة وتعمليه، بدل ما تنزلي أو تبعتي تجيبي إزازة بيبسي ب30-40 جنيه النهاردة، لا هيكون عندك مثلا كيسين الفراولة في الفريزر هتطلعيهم وتعمليهم ويبقى عصير كفة ووفة. طيب أقدر إن أنا لازم وانا بجيب الخضار اطلع منه اكله، خلي في دماغك كده ان انت هتطلعي اكله، ان شاء الله هتمسكي شويه بطاطس كده وتسلقيها اضعف الحاجات وتعملي وتاخدي شويه جرجير كده وتعمليها اكله، يا اما وجبه فطار او وجبه غدا، المهم تطلعي من الخضار اللي انت جايباه تطلعي منه اكله، صدقيني بيوفر معاكي قوي. طيب بالنسبة بقى البصل طبعا اكيد بيكفوني اكتر من اسبوع، لو انت عايزة ان البصل يكفوكي كمان اكتر بكتير، يعني اكتر كمان من الاسبوع، هتبدأ ان انت تغسليه وتفرميه وتخليه في الفريزر وتطلعي منه كده مكعب او قطعتين 3 كده كل اكلة على حسب، يعني هتلاقي ال2 كيلو ونص دول يكفوكي فترة كبيرة جدا، ممكن كمان يكفوكي في الشهر كله لو انت من الناس اللي ما بتستخدمش بصل كتير. انا بحب اجيبه كده واخليه في التربو وبريح دماغي، ولكن بعمل ايه، ممكن اعمل كيس او 2 او 3 كده في الفريزر، يعني للاوقات الزنقه، جيت من الدرس متاخر، مستعجله عايزه اعمل اكله مستعجله، كل ده بيوفر معاكي وقت ومجهود، ويوفر معاكي كمان انت في استهلاك الحاجه. شوفي الحاجه واستهلكي الحاجه بالعقل. البصل لو انت هتجيبيه الاسبوع اللي جاي هتلاقي 25 جنيه معاكي برضو، تبدأي ان انت تجيبي بيه حاجة تانية او تشيليها زي ما انت عايزة. انت وشطارتك، طول ما انت بتستخدمي الحاجة بالعقل طول ما انت هتلاقي الحاجة موجودة عندك في قلب بيتك. عايزة اقول لكم يا بنات انا بحبكم جدا وبشكر اي حد وصل معايا لحد هنا، دي كانت مشترياتي من الخضار، وان شاء الله استنوني فيديوهات تانية هنقسم مع بعض كده ميزانية الشهر، وهنزل لكم ميزانيات حلوة قوي وافكار جميلة. وللأسف يا بنات فيديو اللحوم أنا نزلته، ولكن هو علشان كنت منزلاه في آخر مرة في القناة فطبعا ما نزلش معايا، فسامحوني مش هقدر انزل فيديو اللحوم، لكن هو نزل في البيج بتاعتي على الفيسبوك، الصفحة بتاعتي، أتمنى كلكم تدخلوا وتدعموني فيها وتعملوا لي متابعة، علشان انا هنزل لكم حاجات جديدة وحاجات حلوة قوي. بشكركم جدا جدا على كل حد وصل معايا لحد هنا، بحبكم، يا رب كل اللي وصل معايا لحد هنا يرزقه بفرحة كبيرة قد الدنيا وزيادة، وكل اللي نفسها تبقى مامي يا رب يرزقها بالذرية الصالحة، وكل حد يا رب يرزق ولادكم جميعا بالنجاح والفلاح وصالح الأحوال، ويرزقنا يا رب بالعمرة أنا وانتم، قولوا أمين اللهم أمين. طبعا يا بنات الفراولة زي ما قلت لكم أنا جبت 2 كيلو ونص، طبعا كلوا قد ما كلوا، واللي بقى يعني كانوا الحبة دول هنعملهم شوية عصير كده، والاسبوع الجاي هبقى اجيب شويه برضو واخليهم في الفريزر بقى، يعني عشان خاطر انا قلت خلاص طالما كلوها الف هنا وشفا عليهم. اشوفكم في فيديو جديد يا بنات، قولوا لي بقى ايه اكتر حاجه انت بتحبي تجيبيها وتوفري منها في السوق، واشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع السلامه.